السلام عليكم يا جماعة. النهاردة جاي أكلمكم عن المفاجأة الكونية اللي حصلت، الحدث اللي قلب الموازين وغير مجرى التاريخ. الأهلي كسب الدوري. أنا آسف ما قدرتش أكمل بوش جد. الأهلي كسب الدوري؟ يعني إيه؟ يعني الشمس طلعت الصبح ومصر فيها زحمة والدوري راح للأهلي، حاجات بديهية ما فيهاش أي توتر. بقت بتقول يا عم ما تزعلش، الأهلي يستاهل. أنا مش زعلان عشان الأهلي كسب، أنا زعلان عشان إحنا حافظين الفيلم ورايحينه تاني. إحنا بنتفرج على دوري إعادة بس محدش بيقول لنا. أنا زملكاوي يا جماعة، يعني اتربيت على حاجة اسمها اصبر يا ابني الأيام جاية. النهاردة 2025 والأيام لسه جاية. هي الدنيا زحمة ولا إيه؟ بس شكلها راكنة على الدائري ومش ناوية توصل. كل موسم بيبدأ بثقة، السنة دي غير. في الأسبوع السادس ألاقي الأهلي متصدر والزمالك بيجرب تشكيل جديد شكله مستوحي من ألعاب اليوجي. في الآخر الأهلي ياخد الدوري وإحنا نقعد نقول بس إحنا كسبناهم في ماتش الدور التاني، تعادلنا معاهم في ماتش الدور الأول. يعني إحنا فريق إنساني بنديهم الدوري بس بنكسبهم ممكن مرة كبرستيج. تعالوا نبص كده على الموضوع بشوية عقل. الأهلي بيكسب الدوري بطريقة تخليك تشك إن الجايزة مش درع. دول كأنهم بيدوله بطاقة تموين كل سنة أصلا وبيدوس ختم أهلي وخلاص. كل الفرق بتعرق والأهلي بيقفل الماتش بدقيقة 75 عشان عنده مشوار بعد كده، وأكيد المشوار ده رايح ياخد أفريقيا. أتحس إن اتحاد الكورة بيطبع جدول الدوري في بيت الكابتن سيد عبد الحفيظ، بيصحى الصبح يلاقي الجدول مطبوع. ايه كده جمهور الاهلي لما بيفوز ما بيحتفلش عادي، لا ده يدخل عليك ويقول لك انا مش مبسوط اننا كسبنا، انا مستغرب انك لسه بتتفرج. بقى في لهجة كده، انت لسه بتصدق؟ ده الدوري معانا زي مفاتيح الشقة. احنا بندور على امل، بنجري ورا المركز التاني والتالت كأننا بندور على مفتاح الحمام قبل ما تحصل حادثة. بعدين بقى كل سنة بنلاقي نفس المبررات، أصل الزمالك بيغير مدربين، في ضغط مباريات، اللعبة صايمة، اللعبة مصابة، مفيش مجلس إدارة، مفيش فلوس. طب ما الأهلي زينا يا جدعان، بياكل فول زينا برضو. إيه اللي يخليه ياخد الدوري وإحنا بنقعد نحلل في أسباب الهزيمة أكتر من وقت الدوري نفسه؟ مثل بيقول لو الأهلي خسر الماتش إيه الدنيا بتتقلب، ولو الزمالك كسب ماتش إيه الدنيا بتسقف له كأنه صعد القمر. وصلت المرحلة لما الأهلي بيخسر ماتش بيفتح الشباك أتأكد إن في شمس، لأني مش مصدق إن في توازن كوني رجع. إيه ده، هو الأهلي بيخسر ويتعادل زينا؟ في حل. نعمل دوري تاني، دوري الكرامة مثلا، الزمالك بيراميدز الاتحاد، نلعب مع بعض كده. بس انا خايف بعد ده كله الاهلي وهو مش مشترك فيه يجي ياخده برضه. الموضوع بقى مريب لدرجة ان المعلق بيقول الجول قبل الكورة ما تدخل للاهلي، بيقول لك دي تمريرة من الشحات، ها جول. طبعا جول. انت متفاجئ؟ انا مش متفاجئ، ده الطبيعي. بقاله فوق ال100 سنة. صغير بيسألني هو مين اللي هياخد الدوري السنة دي، بقول له الأهلي يا حبيبي، وخليك زملكاوي برضه عشان تتعلم الصبر وتستاهل الجنة. خافش هتخش الجنة لو زملكاوي، ما انت مش هتتعذب دنيا وآخرة. بس في الآخر لازم نعترف إن الأهلي فريق كبير منظم بيخطط بيعرف يلم نفسه لما يقع ويجلد الزملكاوية معاه. هو بيقلبوا على اللعيبة على تويتر وانستجرام وفيسبوك وتشجيع مجنون نعمله لهم لو كسبنا، بعدين نرجع نجلدهم تاني لو خسروا. احنا فريق عاطفي جدا، فريق لو حب بيحب بجنون ولو خسر يكتب شعر نكد. لكن النادي الاهلي بيفكر بعقلانية. انا خايف في يوم من الايام لما اتجوز وخلف نبقى في سنة 2060 ابني يقول لي يا بابا احنا لسه في سنة 2060 والاهلي بياخد الدوري. كفاية وهم بقى. في النهاية لو انت اهلاوي مبروك عليك الدوري يا معلم، ولو انت زملكاوي روح لدكتور نفسي، ولو انت بيراميدز مفيش مشجعين لبيراميدز بس على ما اظن جماهير الزمالك كانت بتشجع بيراميدز، روحوا برضو لدكتور نفساني. سلام.